في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا القرآن يؤسس أن مكة أول بيت، طبعا أول بيت بعد إبراهيم، أول بيت، لأنه لا نتحدث عن قبل إبراهيم. يعني بزمن نوح أين كانت القبلة؟ هذا بحث ينبغي، فقط أشير إشارة إليه. كانت القبلة النجف طبعا، لأنه السفينة حينما استقرت على جبل الجودي، هو الجودي مرتفع والسفينة مرتفعة للطوابق، فصار الزقورة، يسموها الزقورة. والزقورة باللغة الأكدية هي الشكورة، يعني موضع الشكر. لذلك سورة الإسراء كلماتها محسوبة: ذرية وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أن الشكور بالضبط يشير إلى هذا المعنى. والعراق بلد الزقورات بلا منازع، يعني بلد المساجد تماما. هذا إشارة تفيدنا. وهذه الزقورات في العراق عبارة عن اقتداء بالزقورة الأولى. طبعا بعد فترة انتقل نوح إلى مسجد الكوفة.